ها وجيه. اتفضل يا سيد وجيه. الو. نعم. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ مبروك. ربنا يسترك يا حبيبي. ربنا يكرمك يا رب. امين. بص يا دكتور مبروك، انا مش هاخد من حضرتك اكتر من دقيقتين في سؤال واحد بس. يلا. دلوقتي انا كلمت حضرتك يوم الجمعه في مشكله كبيره بالنسبه لي بتاعه التجاره، لو تفتكر حضرتك. لا مش فاكر. طيب. انا دلوقتي كنت كلمت حضرتك يوم الجمعه ومحتاج حضرتك في مشكلتي، والناس اللي عاملين معايا المشكله مش هيحلوا معايا الا بوجود حضرتك. وانا علشان شده الموقف اللي انا فيه جيت لحضرتك النهارده حتى قدام مدينه الانتاج الاعلامي على اساس اقابل حضرتك. ما ينفعش، لا حد يقدر يقابلني في مدينه الانتاج الاعلامي، ولا حد يقدر يقابلني في بيتي، ولا في مكتبي، طيب. ولا في جامعه الازهر. لحظه حبيبي، لحظه حبيبي، لحظه بس. لا مدينه الانتاج ولا دريم انا عامل منها مكتب خاص ليا، ولا عندي مكتب بقابل فيه جمهور، مكتبي يعني بكتب وبقرا فيه، ولا عندي في الجامعه غير القسم اللي انا ما زال الى هذه اللحظه بتشرف برئاسته، الى ان ربنا يكرم زميله وياخده ويحل عن سمايا. وهنا بشتغل، هنا بروح اقعد مع البنت او الواد دقيقتين اتنين. فانا لو قابلت الناس في اي مكان دي يبقى عكا يعك عكا، ودي مش مدرستي. تمام. اللي هيقابلني ده حضرتك يعني يقول لي سلام عليكم، احنا عايزينك ساعتين وهنديك المبلغ الفلاني عشان ده وقت يساوي اجر. قالت احداهما يا ابت استاجره، مش يا ابت استقرضه وضيع وقته، وانا ما عنديش وقت لده. فيبقى ما عنديش الا البرنامج، تقول لي الو اقول لك خدامك، والموبايل بعد الفجر بنص ساعه لاني معذور، الا اذا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خد قرار انه يعيني ارد على الناس، انا تحت امره وهاخد 30-50 الف جنيه في الشهر، وهيبقى اجر مقابل عمل. انا اقول دلوقتي يا حبيبي الدقيقتين بتوعك ارد عليك واقول لك لو في جديد دلوقتي قول لي وانا ارد عليك. طيب ماشي يا دكتور. دلوقتي وهم سامعيني اهم، سامعيني اهم. سليم. تمام. الناس دلوقتي عاوزين يشيلوني الخسائر بتاعتي كلها، ومش عايزين يشيلوا معايا حاجه، ولو ما شلتش واخد بالك هنعمل فيك واخد بالك وهنعمل ونسوي فيك. بس خلاص افتكرتك لانك قلت الكلام ده قبل كده، افتكرتك انا كده. ايوه. وانا قلت لك خلاصه يا عم وجيه، قلت لك خلاصه. الخلاصه دي موجوده زي ما قلت، واتفتحت كل الكتب قدام عينيا، بان المضاربه لما نبقى الاثنين مش شغالين مع بعض، انا صاحب الفلوس وانت صاحب الشغل، لو سيادتك اتصرفت من نفوخك وضيعت الفلوس تغرمها. لو انا اللي حاطط الخطه وبقول لك اشتغل بياع ليمون في المكان الفلاني واشتغلت، وبعدين جت الضربه عليا انا، الجائحه عليا انا، هتبقى في ورقه بعد الكلام ده اسمها ورقه التعاون على البر والتقوى. استني بس عشان في حكم شرعي وفي ورقه تانية. الحكم الشرعي لازم تقول لي الباب اللي اتقفل. شوف انا فاكر انك قلت لي الحاجات اللي كنت بتستوردها من جيبوتي يعني من السودان، بس انا بدلعها. تمام. انا فاكر اهو، افتكرت خلاص. الله يكرمك. دي الباب قفل. من اول الباب ما اتفتح، الباب لما اتفتح ايوه كانت شورتهم ولا شورتك؟ كانت شورتي انا. بالسلامه يا غرام. يعني انت اللي خدت الفلوس وانت اللي اقترحت تشتغل في حاجه هم ما لهمش دعوه بيها. مظبوط. وهم سابوك من غير ما يناقشوك. كانوا معايا يعني اشتغلوا معاك. يتحملوا معاك وهم سامعيني والدنيا كلها تسمعني. انما حضرتك لو قلت له روح تاجر في الجلود وراح تاجر في البيض والبيض مشش، هو اللي يغرم الفلوس. انما قلت له اللي انت شايفه وعملت له توكيل يتاجر في اي حاجه وجات الضربه ولا اتقفل الباب، تشيل معاه يا حبيبي، تشيل معاه. مفيش حاجه واحد يبرأ نفسه ويقول انا ما شيلش، دي الفلوس دي امانه وهو تاجر فيها وهو اللي خسرنا، الا اذا الواد شرخ وراح تاجر في حاجه تانية او في صنف تاني. لكن ما دمت سكت وعلامه الرضا